السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا الحدث تيفي. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل متابعينا عبر تراب الوطن. إذن مشاهدينا الكرام، ترتقب مصلحة الأرصاد الجوية خلال يوم الأحد الموافق 25 من جونفي 2026 أجواء غائمة بإذن الله على أغلب الولايات الشمالية، خاصة الولايات الشمالية الغربية وأقصى الولايات الشمالية الشرقية، مرفوقة بتساقط الأمطار بكمية ترتقب وأن تصل أو تتعدى 15 ملم محليا، والتي ستميز خاصة الولايات الشمالية الغربية ابتداء من صبيحة يوم الأحد بإذن الله. وستشمل هذه الأمطار كل من ولاية تلمسان، حين تيموشنت، وهران، مستغانم، شلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، وكذلك كل من ولاية سعيدة، تيار، سمسيلت، وولاية عين الدفلة، مع احتمال تساقط بعض الزخات المطرية على أغلب السواحل الوسطى والشرقية. كما سنشهد تساقط الثلوج بإذن الله على المرتفعات الداخلية التي تتراوح علوها ما بين 1000 و 1200 متر ابتداء من منتصف ليلة يوم السبت إلى غاية صبيحة يوم الأحد بإذن الله. وستشمل هذه الثلوج كل من ولاية البيض، آفلو، الجلفة، تيارت، تسمسيل، سعيدة، تلمسان، وكذلك مرتفعات ولاية المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، ومرتفعات ولاية بجاية، وكذلك مرتفعات ولاية باتنا. كما حذرت مصر الأرصاد الجوية من هبوب رياح جد قوية قد تصل سرعتها وتتعدى 80 كم في الساعة، خاصة خلال ظاهرة وأمسية يوم الأحد بإذن الله. وستميز هذه الرياح تقريبا جل الولايات الشمالية، خاصة الولايات الساحلية، وكذلك الولايات الداخلية الوسطى والغربية، على كل من ولاية طارف، عنابة، سكيك، دجيج، البجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازا، البليدة، المدية، عين دفلة، شلف، مستغانم، وهران، عين تيموشن، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، آفلو، الجلفة، عين وسارة، تيارت، وولاية سمسيلت. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في القناة لنوفيكم بكل المستجدات.